فيلم لاست سنتينل سنة 2063 كان في 4 جنود متحاصرين في مكان معزول بعد ما كوكب الأرض اتغطى من المية. المية كانت مغرقة الكوكب كله بسبب تخريب البشر للطبيعة، وكانت بقى قارتين بس هما اللي مغرقوش، والاتنين كانوا بيضربوا في بعض على الموارد. وفي وسط البحر بين القارتين كان في موقع عسكري فيه 4 جنود كانوا محبطين جدا. الموقع ده كان اسمه الحارس، وبعد 2 سنين من الخدمة فريق الجنود خدمتهم كانت خلصت من 3 شهور، بس ما فيش طاقم تاني جه علشان يبدل مكانهم، فاضطروا منهم يفضلوا في الموقع علشان يحموه. مع مرور الوقت الأكل بدأ يقل منهم، علشان كده كاسل وسوليفان قرروا انهم يصطادوا، وبالرغم من ان في عاصفه قويه قدروا فعلا انهم يصطادوا كميه كبيره من السمك. في نفس الوقت القائد لاحظ ان العاصفه قويه، فطلب من باينز انه يطمن على المتفجرات اللي بتامن الموقع اللي هم فيه. مع الوقت الامواج بدات تعلى، وده اثر على الانابيب وزود الضغط عليها، فحصل تسريب. باينز جري على الانابيب علشان يصلحها، بس للاسف ايده اتحشرت بين الانابيب وكانت الميه هتغرقه، لكنه خرج في الوقت المناسب. الامواج كانت عاليه جدا لدرجه انها طيرت السمك اللي هم اصطادوه. سوليفان حاول يصطاد اي حاجه، بس العاصفه كانت قويه جدا وكان في خطر كبير على حياته، فرجع تاني واستخبى جوه المبنى. لما العاصفه اشتدت اكتر كل الطاقم استخبى جوه المبنى، وفجاه في موجه عاليه خبطت في المبنى خلته يتهز والميه دخلت جوه. بس بالرغم من كل ده المبنى فضل ثابت. تاني يوم الصبح الفريق قعدوا مع بعض على الفطار واقترحوا انهم يقللوا استهلاكهم للاكل، وساعتها باينز سال ايه اللي حصل للسمك اللي هم اصطادوه، واتعصب لما عرف انه وقع في الميه تاني. سوليفان اتدخل في الموضوع وزعق لباينز لانه خد حاجات من المطبخ عنده علشان يصلح الانابيب، وبداوا هما الاثنين يتخانقوا مع بعض. القائد اتدخل بين الاثنين وقال لهم يركزوا اكتر في تصليح الحاجات اللي العاصفه خربتها. في اللحظه دي باينز طلب من القائد انه يستعجل الطاقم البديل علشان ينهوا خدمتهم. القائد قال له ان التلغراف بتاعهم بيبعت رسائل محدوده وتقارير. بعد الفطار سوليفان راح غرفه الارسال وبعت التقرير اليومي عن طريق التلغراف. سوليفان قال في التقرير بتاعه ان مفيش جديد، والقاعده ردت بان مفيش جديد عندها هي كمان، وده كان الوضع الطبيعي. بعد كده سوليفان طلع السطح، بص للبحر عن طريق المنظار واتفاجئ ان في سفينه بتقرب منهم. كاسد اكدت على كلامه لما شافت الرادار. سوليفان فرح جدا لانه فكر ان السفينه دي فيها الطاقم البديل، بس القائد بلغهم ياخدوا الاستعداد لان السفينه دي ممكن تكون سفينه معاديه. كاسد حاولت تتواصل مع السفينه بس السفينه ما ردتش عليها. ساعتها القائد قرر يدي للسفينه فرصه ثانيه قبل ما يدي الامر بتدميرها. القائد امر سوليفان انه ياخد مركب ويروح يفحص السفينه، واداله مسدس علشان يدافع بيه عن نفسه في حاله الخطر. وفعلا سوليفان خد المركب وراح للسفينه وبدا ينادي على اي حد موجود جوه، بس ما حدش رد عليه. وساعتها نزل على السفينه وخرج مسدسه وبدا يتحرك في السفينه. سوليفان كان ملاحظ ان كل حاجه متغطيه بالتراب، والراديو بتاع السفينه عطلان، والاكل موجود زي ما هو في المخازن. القائد حاول يتواصل معاه عن طريق اللاسلكي، بس سوليفان ما ردش عليه لانه لقى 4 شنط مخصصه ليهم، وده معناه ان السفينه دي كان فيها الطاقم البديل بتاعهم. بس في حاجه غريبه حصلت للناس اللي كانوا فيها، وده معناه انهم مش هيرجعوا بيتهم تاني. سوليفان لما ما ردش على اللاسلكي القائد اعتبر ان السفينه معاديه وان حد هجم على سوليفان وكان عايز يدمر السفينه قبل ما تقرب من الموقع، فطلب من كاسدي تديله مفتاح المتفجرات اللي معاها، بس كانت متردده وساعتها فكر بالقواعد فادت له المفتاح. القائد خرج مفتاحه وحطه في الجهاز مع مفتاح كاسدي وبدا يكتب باسورد تفعيل المتفجرات، بس قبل ما يفجرها كلم سوليفان مره ثانيه على اللاسلكي، ولحسن الحظ سوليفان رد المره دي، فالقائد لغى التفجير. كاسدي طلبت تاخد المفتاح تاني بس القائد رفض لانها خلفت الاوامر. بعد كده سوليفان سحب السفينه للحارس، والقائد بدا يساله عن اللي شافه في السفينه. بعد ساعات الطاقم كله راح السفينه وكل واحد في الطاقم خد حمام، وبعد الفحص باينز بدا يكلمهم عن السفينه. باينز قال لهم ان السفينه دي كانت وسيلتهم الوحيده للرجوع للبيت تاني، وان المحرك بتاعها ما اشتغلش من شهور. سوليفان كان عايز يبعت رساله للقاعده يبلغهم فيها باللي حصل، بس القائد كان رافض وقال له انهم هيبعتوا رساله لما يجمعوا معلومات اكتر. تصرفه ده كان غريب وغير منطقي وخلى باقي الفريق يقلقوا منه، وخصوصا انه حاليا معاه المفتاحين. القائد رجع السجل الملاحي للسفينه وكتب كل الاحداثيات على ورقه علشان يرجعها على الخريطه اول ما يرجع الموقع. ولما بيرجعوا سوليفان وكاسدي كانوا بيتكلموا مع بعض وبيسالوا عن شكل العالم حاليا، وخصوصا انهم موجودين في الحارس من 2 سنين. سوليفان قال لكاسدي انه بعت رساله من ورا القائد وانه مستني الرد بتاع القاعده بكره. تاني يوم الصبح القائد لاحظ ان الجنود قاعدين جنب التلجراف وشك ان في حاجه غريبه، بس باينز اعترف بكل حاجه، فالقائد زعق لهم بسبب اللي عملوه. في اللحظه دي الرد جه من القاعده وكلهم كانوا متحمسين علشان يعرفوا الرساله بتقول ايه، فاتفاجئوا ان الرساله اللي سوليفان بعتها امبارح هي نفس الرساله اللي اتبعتت ليهم من القاعده، وده معناه انهم فقدوا الاتصال بالقاعده من فتره طويله، والكمبيوتر كان بيعيد ارسال رساله سوليفان اليوميه. وقت ما كان القائد بيراجع احداثيات السفينه على الخريطه باينز كان بيتسلل للسفينه في السر، وفي يوم سوليفان شافه وهو جاي من السفينه، ولما ساله كان بيعمل ايه باينز رفض يقول له. سوليفان خد باينز وراحوا يشربوا مع بعض، وباينز بدا يتكلم ويحكي عن عيلته اللي مستنيينه في البيت. وفجاه باينز قال لسوليفان انه يقدر يصلح السفينه. سوليفان فرح جدا اول ما سمع كلام باينز لانه كان عايز يهرب من الموقع، وجري على كاسدي وقال لها على اللي باينز قاله له، وطلب منها يهربوا هما الاثنين مع بعض ويعيشوا مع بعض. بس كاسدي كانت متردده ومش مصدقه ان باينز يقدر يصلح السفينه. تاني يوم سوليفان وباينز اتسللوا للسفينه في السر وبدا يصلحوها هما الاثنين مع بعض، وفعلا قدروا يصلحوا السفينه. بس بمجرد ما خرجوا هما الاثنين لقوا القائد واقف مستنيهم. القائد طلب منهم يفككوا السفينه وقال لهم انه هياخد الاجزاء المهمه اللي فيها علشان يصلح الحارس، وقال لهم كمان انهم مش هيمشوا من هنا لان وجودهم واجب عسكري حتى لو انتهت خدمتهم. سوليفان كان معترض على كلامه وقال له انه مش عايز يموت هنا زي اللي سبقوه، بس الغريب ان كاسدي ما انضمتش لسوليفان
سولفان وباينز. القائد قال لهم انه مش مهتم برايهم وامرهم تاني يفككوا السفينه ويصلحوا الحارس وهددهم كمان بالمسدس اللي معاه. ساعتها سولفان وباينز خافوا ونزلوا من السفينه. بعد فتره كاسيدي راحت للقائد وحاولت تتكلم معاه وتقنعه. في نفس الوقت باينز وسولفان كانوا بيتكلموا انه ممكن يضطروا يحاربوا القائد علشان يهربوا من الحارس. وفي اللحظه دي القائد دخل عليهم وقال لهم ان كاسيدي قدرت تقنعه بفكرتها. القائد قال لهم بما ان الاتصال مقطوع مع القاعده فلازم حد يوصل لهناك علشان يتواصل معاهم ويعرف اللي حصل، وفي 2 مننا هيفضلوا هنا و2 تانيين هيركبوا السفينه ويروحوا للقاعده. القائد كان مقرر انه هيقعد في الحارس، وكاسيدي هي كمان اتطوعت وقالت انها تقعد مع القائد، وده معناه ان سولفان وباينز هم اللي هيمشوا بالسفينه. باينز كان مبسوط لانه اخيرا هيمشي من المكان، بس سولفان كان حزين لانه هيسيب حبيبته. بعد لحظات سولفان كلم كاسيدي على انفراد وحاول يقنعها انها تيجي معاه باي شكل حتى لو يعصى امر القائد او تيجي مكان باينز، وعرض عليها انها تهرب هي كمان من المكان ويفضل هو مع القائد. كاسيدي كان رد فعلها غريب وقالت لسولفان انها ما بتحبوش وانها كانت بتستغله. في اللحظه دي سولفان خرج من اوضه كاسيدي وهو متدمر تماما وحزين، وكاسيدي انهارت من العياط. وفي نفس الليله سولفان وباينز جهزوا حاجتهم علشان يمشوا، والقائد قابل سولفان واداله رساله يسلمها للقاعده. سولفان طلب من القائد انه يجي معاهم بس رفض وقال له انه لازم يكون في حد موجود علشان ياخد باله من المتفجرات. بعدها القائد كمل تتبع الاحداثيات لمسار السفينه واكتشف اكتشاف مخيف. اكتشف ان سفينه الطاقم الثاني بعدت عن الحارس بالقصد، ودي كانت حاجه غريبه. فراح لكاسيدي علشان يعرفها، بس اول ما دخل عليها حس بحاجه غريبه وما رضيش يقول لها اللي اكتشفه. تاني يوم الصبح الطاقم صحي على صوت الانذار، وده لان سفينه ثانيه ظهرت على الرادار. الجنود راحوا على موقعهم الدفاعيه وكاسيدي حاولت تتواصل مع السفينه بس ما كانش فيه رد. المره دي القائد رفض يبعت حد للسفينه وامر بتدميرها، وفعلا ضرب اول قذيفه بس ما جاتش فيها. في اللحظه دي كاسيدي لاحظت ان سفينتهم مش موجوده، وباينز وسولفان شافوا السفينه هم كمان. اول ما الضباب اختفى كاسيدي جريت على سولفان وباينز علشان تمنعهم انهم يدمروا السفينه، بس القائد ظهر وهددهم بالمسدس بتاعه وقال لهم ان هو اللي فاكك السفينه امبارح بالليل وامرهم يدمروا السفينه، وعشان يثبت انه ما بيهزرش ضرب نار في الجو. باينز كان رافض يدمر السفينه فالقائد ضربه بالنار في ودنه، وساعتها سولفان وجه المدفع ناحيه السفينه ودمرها قبل ما القائد يقتلهم كلهم. باينز كان عايز يهجم على القائد بس كاسيدي سبقته وضربته بطفايه الحريق على دماغه. بعدها سولفان وكاسيدي حبسوه في المخزن، وكاسيدي خدت منه المفتاح قبل ما تمشي. باينز كان متضايق جدا من القائد وكان عايز يقتله وضرب سولفان لما وقف في طريقه، بس كاسيدي قدرت تهديه. باينز راح يشرب بعدها وكان بيبكي وهو شايف حاجته اللي جاهزه قدامه. كاسيدي قالت ان القائد محتاج حمام اليود بتاعه، بس باينز رفض يخرجه من المخزن وقال لهم انه مستقيل. سولفان قال لكاسيدي انه هيدور في كل قنوات التليجراف لحد ما يلاقي حد يرد عليه. كاسيدي استغلت الفرصه وقالت له انها ما كانتش تقصد تجرحه لما قالت انها ما بتحبوش وانها كانت عايزه يمشي من الحارس باي طريقه، فقالت له الكلام ده لانها الطريقه الوحيده اللي هتخليه يمشي، بس سولفان كان متردد في انه يقبل اعتذارها. بعدها سولفان خد اكل وراح للقائد وساله هو غير رايه ليه وفك السفينه بتاعته، وساعتها القائد قال له ان السفينه اتحركت من القاعده في ميعادها من 3 شهور، بس في حاجه خلتها تبعد عن الحارس، وده معناه ان في خاين في المكان وعايز يستغل المتفجرات وموقع الحارس لمصلحته. سولفان ما صدقش كلام القائد ومشي من المخزن وقفل الباب عليه من تاني. سولفان كان طول اليوم بيبعت رسائل استغاثه لكل قنوات التليجراف، وباينز فضل يشرب علشان ينسى اللي حصل، وفجاه خرج عن السيطره وبدا يدمر كل حاجه حواليه. وبالليل كاسيدي راحت لسولفان واتكلمت معاه وورت له صور ليها وهي صغيره مع عيلتها، وقالت له ان عيلتها اتقتلوا على ايد الاعداء. تاني يوم الصبح باينز لقى كاسيدي نايمه في اوضه الاتصالات، وفجاه باينز هجم على كاسيدي ومثل انه عايز يغتصبها، فحاولت انها تقاومه وزقته بعيد عنها، بس اللي كاسيدي ما تعرفوش انه سرق مفتاح المتفجرات منها. كاسيدي جريت على سولفان علشان تقول له اللي حصل، وفي اللحظه دي الاثنين سمعوا صوت باينز في السماعات وبيقول لهم انه هيفجر المتفجرات. سولفان وكاسيدي جري على غرفه التحكم، وسولفان بدا يتكلم مع باينز وحاول انه يهديه وفكره بعيلته، وساعتها باينز بدا يبكي وبعد عن لوحه التحكم. كاسيدي راحت على لوحه التحكم وخدت المفاتيح، وباينز اعترف لهم انه نسي الرقم الاخير من الباسورد. بعد اللي حصل ده سولفان قرر يخرج القائد من المخزن، بس باينز كان عنده مفاجاه. باينز قال لهم انه دخل المخزن على القائد علشان يقتله بس ما لقاهوش موجود، ولقى شباك المخزن مفتوح وده معناه انه خرج من الشباك. سولفان وكاسيدي راحوا للمخزن وتاكدوا فعلا ان باينز بيقول الحقيقه. بعد موت القائد سولفان فتح رساله القائد اللي كان بعتها معاه للقاعده، واتفاجئ بانه بيطلب منهم انهم يمدوا له فتره قيادته. بعد فتره كاسيدي قالت لسولفان بان باينز بدا يهتم بورشته وده معناه انه بدا يتحسن. باينز اعترف لسولفان وقال له انه ساب مراته حامل وما شافش ابنه لحد دلوقتي، وده كان السبب في شربه الكتير وغضبه، وساعتها سولفان سامحه على اللي هو عمله. باينز جهز القارب بتاعه علشان يصطاد سمك، وكاسيدي قررت تروح معاه علشان تساعده. سولفان ادى لكاسيدي مسدس يستخدمه في حاله الضروره. لما كاسيدي وباينز مشيوا بالقارب سولفان حاول يصطاده هو كمان من فوق الحارس، ولما سحب الشبكه لقى جثه القائد وكان في اصابات بجروح في راسه. في اللحظه دي سولفان اتاكد انه مات مقتول بخبط على دماغه، وده معناه ان كلامه كان صح وفي حد خاين بينهم. في اللحظه دي سولفان جرى على ملفات الطاقم وبدا يفتش فيها وفتح الخريطه اللي كان القائد بيستخدمها وتاكد ان السفينه انحرفت عن مسارها بفعل فاعل. وفعلا سولفان مشي ورا كلام القائد وطلع على الحارس وتاكد ان المناره بتتفكك وتركب، فتاكد ان في واحد من الطاقم خلع المناره وركب القارب اللي موجود معاهم ومشي بعيد عن الحارس علشان يضلل السفينه بدل ما تروح على الحارس. والشخص الخاين ده قتل طاقم السفينه كله وساب السفينه عايمه في نص البحر. بعد ساعات كاسيدي رجعت لوحدها بالقارب وقالت ان باينز وقع من المركب عن طريق الخطا ومات، وساعتها
سوليفان اتاكد انها الخاينه وانها قتلت باينز، بس اتعامل معاها عادي لانه كان خايف منها. كاسيدي صحت تاني يوم لقيت نفسها نايمه في السرير لوحدها، وسوليفان اتكلم معاها عن طريق اللاسلكي وقال لها انه عارف انها قتلت الفريق كله وانها بتتجسس عليهم، وقال لها كمان انه مش هيسمح لها تسيطر على المتفجرات. في الوقت ده كاسيدي اكتشفت انها فقدت المفاتيح وجرت على اوضه التحكم، وهناك لقت سوليفان واقف وهو هيفجر المتفجرات لان مفيش مستقبل ليهم، وقال لكاسيدي انه هيفجر المتفجرات بالحارس. كاسيدي حاولت تستعطف سوليفان بعد ما هددها بالسلاح، وقالت له ان الناس بتعاني في بلدها وانها ما كانتش عايزه تكذب عليه، بس دي كانت الطريقه الوحيده. بس سوليفان ما صدقهاش وداس على زرار التفجير، بس الحقيقه ان المتفجرات ما انفجرتش، وظهرت جمله مضحكه على جهاز التفجير باينز كان متعود يكررها، وبنعرف ان باينز برمج المتفجرات من تاني علشان ما حدش يستخدمها في الدمار. وفي نهايه الفيلم كاسيدي وسوليفان اتكلموا مع بعض وصلحوا كل المشاكل اللي بينهم، واتفقوا انهم هيحموا الحارس لباقي حياتهم. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تتابع كل جديد من ملخصات ماكرو فيلم. سلام.